بصوا انا مش هكدب عليكم، طبيعه شعري زي طبيعه شعر ناس كتيره جدا من سكان حوالين البحر المتوسط كده. يعني في الفتره الجزء اللي هو حوالين البحر المتوسط كده تلاقي ناس كتيره بتشتكي ان شعرها مجعد هايش متقصف، مش ليزد قوي مش مفرود قوي. عادي، عادي يا جماعه، تصالحوا مع نفسكم. انتوا شعركم طالع من راسكم كده، طالع من راسكم مجعد، طالع من راسكم ناشف، ايه المشكله؟ ربنا خلقنا كده. وعلى فكره الكيرلي او الشعر المفرود او الشعر، حبي نفسك، حبي نفسك وحبي نفسك. ففي ترند بقالنا فتره كده عن بذر الكتان وفوائد بذر الكتان وازاي نعمل بذر الكتان ونسلقه ازاي ونعمله ازاي، ليه كذا طريقه، ليه طريقتين واحسن من بعض. بس انا هقول لكم هنا عن فوائده، وكمان هقول لكم على طريقه سهله جدا جدا لبذر الكتان وعمليه. دلوقتي احنا في فتره الحظر والكوافيرات كلها قافله، وطبعا انا استغليت الفتره دي بصراحه تمام اني اخلي اريح شعري شويه من الحراره، وبلفه كده على يعني بوكلات، حاجات بسيطه كده بلفه وبهتم بيه وببعده شويه. انا عندي سشوار ومكوى، بس حاولت ان انا على قد ما اقدر اريحه شويه، لاني لما كنت بنزل كوافير كذا مره كنت بلاقي اطرافه قصفت والكلام ده كله. بذر الكتان من الحاجات اللي محترمه جدا جدا في العنايه بالشعر، واحنا هنعمل مع بعض لوشن او هنعمل مع بعض ليف ان كده يخلي شعرنا جميل، وحاجه طبيعيه وسهله، سهله جدا كمان، يعني سهله وسعرها قليل ويعني بلاش نقعد نشتري حاجات كتيره غاليه، لا نشتري غالي ده في الحاجات اللي ممكن تبقى يعني مهمه قوي. لكن لو ليف ان عادي ممكن نعمل حاجه يعني عمليه في البيت وبسعر بسيط. وطبعا تحياتي طبعا للجروب بتاع كيرلي ايجيبشن، طبعا يعني بوستات كتيره كنت بشوف منهم ان بذر الكتان وميه الروزماري وميه الرز والحاجات الطبيعيه دي هي اللي بتخلي الشعر احلى وبيدي حيويه. على فكره انا حاسه ان شعري يعني بيتنفس كده، يعني لما قللت الحراره وكده ماشي ممكن يكون في سنه هيشان، بس عادي لازم نتصالح مع نفسنا، ايه المشكله يعني؟ عادي خالص. ويعني احنا مش بيرفكت، يعني مش لازم نملى كل التنكات، يعني مش لازم كل التنكات والاماكن تبقى مليانه كلها وتمام، لا عادي احنا في حياه، وعادي في حاجات بسيطه ممكن تكون مش كامله ومفيش حد كامل. بس احنا بس عارفين اللي هو الاعلام بتاعنا او مش الاعلام، الحياه عموما صورت لنا اللي البنوته اللي شعرها مفرود والطفل اللي شعره جميل والولد اللي شعره حلو ومفرود وجميل هو ده البيرفكت وان يعني، او احسن واحد. والكيرلي واللي شعرها خشن ومجعد دي وحشه، لا اللي شعرها خشن جميله واللي شعرها مجعد جميله. وكل انا هسيب لكم هنا شكل انواع الشعر كلها، كل انواع الشعر جميله. تصالحوا مع نفسكم بس اهتموا بيه. هنهتم بيه ازاي؟ ايه بقى البذر الكتان ده؟ بنجيبه من عند العطار او اي ماركت تمام، او ابو عوف حسب المكان اللي انتم موجودين فيه. بذر بسيط هسيب لكم في الاخر كده طريقه الفيديو كده وانا بعمله. عفوا عفوا بيقولوا عفوا على طول لما بيعملوا كده. بذر الكتان من الحاجات الطبيعيه اللي فيها ماده نشويه، ماده زي النشا كده. والنشا اصلا او الماده النشويه ليها دور كويس جدا في فرد الشعر، او ان الشعر ياخد الشكل اللي اتفرد عليه. علشان كده الناس اللي بتعمل شعرها كيرلي لما بتعمل بوكلات او بتعمل زي اللي هو الرودز او الفليكسي رودز والحاجات دي، وتحط بذر الكتان على شعرها بيلولو كده. انا كنت عامله حاجه زي كده تقريبا بيلولو، بس انا كنت لما يعني بيلولو على ايه؟ على الشعرايه نفسها وبياخد شكلها، فبالتالي بيدينا نتيجه حلوه جدا. يعني تمام عادي خالص، انتوا اخواتي يعني تمام. بالتالي بيدينا نتيجه كويسه جدا جدا ان احنا شعرنا ياخد يا اما الشكل المفروض يا اما الشكل الملولو اللي اتعمل عليه البوكلات او الفلكس رود. يعني بصوا الله يكون في عون الولاد من المصطلحات اللي بيسمعوها، حتى الولاد بيعملوا بذر الكتان. ناس كتيره بينجح معاها بذر الكتان وناس كتيره بيفشل معاها بذر الكتان، بس هقول لكم على حاجه هو كويس جدا، انا استعملته كويس جدا سواء عايز تفرد شعرك او عايز تجعد شعرك. ويعني اول حد نصحني ببذر الكتان ده كانت واحده صاحبتي. كنا في عيد ميلاد في مره ولاحظت ان شعرها ما شاء الله زي القمر كده، هي كنت اول مره اشوفها، فكنا اتعرفت عليها وقلت لها بصي انا عايزه اسالك شعرك جميل ما شاء الله ازاي كده؟
شعرها متساوي كده ومش مقصف وجميل. قالت لي انا بعمل البذر الكتان ده. فعرفت ان بذر الكتان من الحاجات الكويسه جدا. طبعا عملت سيرش وشفت البوستات وتجارب الناس على ايجيبشن كيرلايا اهي، كنت عاملاها بالبتاع الفليكسي روت اللي هي بتاعنا عامله زي البكر كده، هسيب لكم صورتها هنا. تمام، بتاخد شكل حلو جدا وبتثبت كمان، يعني هو تعتبر مثبت كويس للشعر. تمام، فيتامينات كتير، ماده طبيعيه وماده نشويه، وطبعا مش نشا، مش هتنشي شعرنا، هي بس عامله زي المثبت كده. ايوه، هتحسوا شعركم ناشف شويه بس صحي ولمعته تبقى كويسه. طيب انا ممكن بذر الكتان احط عليه حاجات، ممكن احط عليه زيوت، لو انتوا شعركم بيقبل الزيوت ممكن احط عليه بديل الزيت اللي هو لوريال او اي نوع بانتين، لوريال بانتين ترازمي، كلها حاجات محترمه جدا موجوده في السوق. فانتوا مع بذر الكتان ده هقول لكم على الطريقه كده، هعمل لكم فيديو دلوقتي بالطريقه الصح العمليه اللي ممكن منها نستفيد ببذر الكتان ويطلع شعرنا جميل كده ونحافظ على شعرنا في الفتره دي من غير اي بلاوي اللي كنا بنعملها في نفسنا. فتره الحظر دي والله العظيم جت علينا بفايده كويسه جدا. وطبعا يعني اشوفكم بقى على خير الحلقه الجايه، بس استنوا بقى ما تقفلوش الفيديو، هقول لكم هوريكم الطريقه، بس بقى بعد ما تقولوا الطريقه، بعد ما تعرفوا الطريقه جربوها وقولوا لي نجحت معاكم ولا لا، وقولوا لي انتوا بتتابعوني من بلد ايه وعايزين مواضيع عن ايه، ولايك للفيديو، سبسكرايب لو جداد مش عاملين سبسكرايب. يلا نشوف هنعمل بذر الكتان بطريقه عمليه سهله جدا من غير غليان وعلى البارد كده، وهنشوف هنعمله ازاي. ازيكم تاني. بقى الفيديو ده هو اللي انا هعمل فيه جل بذر الكتان على البارد. احلى حاجه على البارد، ولا ندخل المطبخ ولا ماما تزعق لنا ولا بابا يزعق لنا ولا حد يزعق لنا ولا نوسخ مواعين ولا الكلام ده كله. تمام، حلو قوي. كوبايه وطبق وشويه كتان. ادي بتاع ده بيتجمع على الطاره اهو، ده شكل الكتان اللي هو البذر نفسه. تمام، طبعا فوائد كتير جدا جدا لبذر الكتان كتير. هنعمل بقى ازاي على البارد؟ بسيطه جدا عشان ما اطولش عليكم، بسيطه جدا. حبه الكتان دول حسب ما انتوا عايزين الكميه يعني، وبحط عليهم ميه بارده من الفلتر او معدنيه زي ما انتوا حابين. قد الكميه ميه قد الكميه بذر كتان. ممكن ازود شويه وخلاص، وهسيبها في التلاجة لمده يوم او يومين. يعني انا هجربها معاكم كده واقول لكم الطريقه، يعني هشوف هي خدت يوم او يومين وهقول لكم برضو في خلال الفيديو ده. اعملوا الطريقه دي. جل الكتان بيعمل تثبيت حلو جدا لتسريحه الشعر، وكمان مفيد وحاجه طبيعيه، وهقول لكم برضو هنعمله ازاي. وتاني عاملين بصوا بقى، ده الجل بتاع بذر الكتان. احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا عاملينه على البارد من غير ما نضطر ان احنا نعمل حراره او نغليه وكل يوم بقى نغسل المواعين والكلام ده كله. ده الجل. تمام، هصفيه قدامكم دلوقتي. اوكي، هنصفيه ازاي؟ هنجيب شراب قديم، ما تجيبوش مصفى، المصفى هتتعبكم جدا. عندكم مصفى ضيقه اوكي، لكن شراب قديم احسن. شراب الفري بتاع البنات ده سواء ولاد او بنات، يعني هيستخدموا الشراب القديم بقى. حاولوا بقى تشتروه، تقلبوه، تعملوا اي حاجه. الجل ده روعه جدا جدا جدا. انا هصفيه واقول لكم هستعمله ازاي، بس مبدئيا كده فعلا بيخلي الشعر رطب جدا، وحتى لو نشفه بيخليه ثابت على التسريحه بتاعته. بس اي تسريحه انت بتعملها او انت بتعمليها مثبت قوي جدا وطبيعي وحاجه كويسه جدا جدا. وهقول لكم بقى هنجهزه ازاي ونعصره ازاي والكلام ده كله. بس يا جماعه الجل على البارد من غير ما نستنى ان هو يبرد والكلام ده كله، طريقه عمليه جدا. ده شراب بالفليه حطينا جواه الجل نفسه خلاص، وبنصفيه في طبق واسع، وبعد كده هنحطه في برطمان او بطمان زي ما تعملوا، وهنحطه في اي حاجه صغيره عشان طبعا لازم نحفظه في التلاجة علشان هو اخره يوم او يومين بالكتير قوي، بعد كده بتبتدي ريحته تبقى وحشه. ده الجل اهو، بس
صفيته حطيته في ده لونه بيبقى غامق شويه، ممكن نحط عليه اي نوع ليف ان وهيبقى حاجه جميله جدا. شكرا لكم.